الو، بتقول ايه؟ جريمة؟ ضحية؟ احكيلي اكتر عن مسرح الجريمة. مهم. طيب والتسلسل الزمني للضحية في اليوم ده كان ايه؟ مم. خلاص انا هجيب المجرم. 2 ستات ما يعرفوش بعض خالص، عمرهم ما شافوا بعض ولا اتكلموا مع بعض ولا جمعهم مكان. فجأة هتحصل مشكلة أو مشادة كلامية ما بينهم وما بين بعض على الإنترنت. أشتمك وتشتميني، أتهمك وتتهميني. الخناقة تكبر وتوصل لسنة و2 و16. والله زي ما بقول لكم كده، 16 سنة في الخناق على الإنترنت. وفي النهاية الخلاف يتنقل للمحكمة، ومن المحكمة لنهاية صادمة ومروعة لما الحكاية كلها هتنتهي بجريمة قتل. أنا مرمر المصري ودي قناة خان المرمر. يلا بينا نبدأ في حكاية النهاردة. فهل أنتم جاهزون يا رفاق؟ حكاية النهاردة تبدو في فحواها كده إنها حكاية تافهة، بس الحقيقة هي ولا حكاية تافهة ولا أي حاجة، لأنها في النهاية هتنتهي بمأساة حقيقية. وانتوا بتسمعوا هتحسوا إنها مجرد حكاية ما بين 2 ستات تافهين أخدت منحنى أكبر من اللازم، لكن الحقيقة هي تقريبا كده بتتشابه مع حكايات بتحصل قدامنا على الإنترنت كل يوم. دي حاجة. الحاجة التانية، أنا كنت بجمعها خلال كام يوم، يعني بجمع الداتا علشان أبدأ إن أنا أكتب قصة تبقى سرد كويس، يعني احكي لكم حاجة السرد بتاعها مترتب. المهم وانا بعمل كده كنت حاسة من كتر التفاهة اللي الستات دي بيعملوها مع بعض ان انا منهارة من الضحك، حرفيا انا منهارة من الضحك. وكل اللي بيدب في وداني صوت علاء ولي الدين الله يرحمه في الفيلم لما كان عامل نفسه ست وبيقول والنبي لا جيبها من شعرها الست دي. فده اللي كان داير كله في دماغي. بس لما جيت بقى اسردها واكتبها بالورقة والقلم زي ما انا عايزة اقولها لكم، يعني بجد انا حسيت بالحزن. وده لانه حتى لو الحكاية دي مختلفة شوية عن الحكايات اللي احنا بنشوفها كل يوم على الانترنت، لكن ده واقع احنا عايشينه بسبب السوشيال ميديا. المهم على اي حال خلينا نبدأ في التفاصيل. الحكاية بتاعت النهاردة بتبدأ سنة 2005 في كندا، في منتدى. المنتدى ده موجود عليه المهاجرين اللي جايين من الصين. معظم المهاجرين اللي جايين من الصين بيبدأوا ينتموا للمنتدى ده على أساس إن هم اللي عنده سؤال، اللي عنده معلومة، اللي عنده أي حاجة بيتواصلوا فيه مع بعض. لو حد مثلا بينزل لنفسه صورة أو كذا، حد بيعلن عايز يبيع حاجة يشتري حاجة، كل الحاجات اللي انتوا بتشوفوها على الجروبات اللي بتبقى خاصة بالمغتربين في كل بلد بيعملوا لنفسهم كده زي جروب او مجموعة من الجروبات ويبدأوا يتواصلوا من خلالها. المنتدى ده كان عليه واحدة اسمها لو جينج. المهم ان الست دي كانت عايشة في كندا بقالها فترة وامورها تعتبر كويسة جدا. فالست دي كانت من الستات اللي هم بيحبوا الاستعراض شوية، واللي احنا بنشوفهم على السوشيال ميديا كل يوم، اللي هي مثلا تبدأ تكتب حاجات مستفزة تبين قد ايه هي ست مرتاحة. زي مثلا ان انت لو جيت من الصين ومعكش فلوس وعندك مشروع، فانسى ان انت تقدر تعمل مثلا فلوس زي ما انت عايز في كندا وكذا. وطبعا ده كلام بيبقى مستفز جدا للناس اللي جايين على باب الله كده لسه بيبدأوا حياتهم. ادي اول حاجة. الحاجة التانية، كانت دايما بتنزل منشورات. المنشورات دي عبارة عن استعراض للحاجات اللي عندها، يعني لبسها الماركات، الشنط الماركات إلى آخره. بعض الناس بتستفز ممكن ترد عليها أو كذا، بس الموضوع ملموم وعادي وبيحصل كتير في كل حتة على السوشيال ميديا. المهم يعني إنه في يوم من الأيام كان في عضوة من الأعضاء اللي هي برضو مهاجرة من الصين لكندا. الست دي اسمها تشين تشين شين، واعملوا نفسكم ان انا بنطق صح، انا زي ما قريتها بقولها. المهم يعني ان تشين تشين دي عملت ايه؟ شافت المنشور اللي هي بتستعرض فيه بعض الحاجات اللي هي ماركات الموجودة عندها، راحت داخلة وراحت قالت لها ان انت ست مزيفة، او ما معناه يعني الترجمة من الصيني انه انت ست مزيفة، وان كل الحاجات دي اصلا حاجات كده وكده تقليد، يعني ان هي لابسة حاجات كابي وبتاع وقاعدة بتستعرض بيها. فالتانية ما عجبهاش الكلام، راحت داخلة ورد عليها، راحت تشين تشين شتماها، راحت له رد عليها، وفضلوا هما الاتنين يشتموا في بعض ويبهدلوا بعض. الموضوع
اخد ايام وايام. المنتدى كله واعضائه قاعدين بيتفرجوا على الاتنين المجانين دول، واللي هم كانوا تقريبا وقتها يعني في الثلاثينات، قاعدين ماسكين بعض ومبهدلين بعض علشان حاجة تافهة ما تستاهلش كل ده. لكن الموضوع هيفضل مطول لشهور، يفضلوا يتخانقوا مع بعض كده. بعد كده هيبدأوا الاتنين يستقصدوا بعض. الصراع ما بين الاتنين هيفضل داير كده من 2005 ل 2007. كل ما واحدة فيهم تنزل حاجة التانية تدخل وتجر شكلها، ويبدأوا الخناق والصدام مع بعض. المهم انه في اخر سنة 2007 المفروض ان لو جينج هتغير بيتها وهتروح لبيت في فرانكوفر. المهم يعني انه هي طبعا ست بتحب التفاخر جدا، من غير تشين ومن غير ما تغيظ تشين ولا اي حاجة خالص، هي بتحب التفاخر. المهم راحت داخلة وراحت حاطه صوره لبيتها الجديد، وكتبت عباره يعني اذا انا فاهمه الترجمه صح انه ما معناه يعني انه كانت حياتها العائليه مش لطيفه ابدا في البيت اللي فات، وان البيت ده افضل بكتير وكذا. برضو نوع من انواع التباهي. وبعد ما حطت الحكاية دي بدأت انها تقتصر عن المنتدى ولمدة سنتين كاملين، من 2007 ل 2009. في 2007 لما برضو حطت صورة البيت بتاعها، تشين ما سابتهاش وقالت ايه، انا بقالي كتير ما هزقتش الست دي، اخش هزقها. راحت داخلة برضو ودخلت تقول لها انها شحاتة وانها مش عارفة ايه. التانية دخلت ردت عليها وحصل كده. لو جينج زي ما تقولوا زهقت مثلا، او هي حبت بقى تقتصر، او هي كانت مشغولة في حياتها ما تعرفوش. المهم يعني ان هي ما بقتش بتسجل دخول على المنتدى ده ولمدة سنتين، من 2007 ل 2009 ما بتخشش خالص. بعد كده قررت في 2009 انها تخش المنتدى، وده لانها البيت الجديد اللي هي عايشة فيه البيت ده من طابقين، فهي قررت انها عايزة تأجر الدور اللي تحت الحد، يعني تعرضه للإيجار، بما ان المنتدى بيبقى فيه بقى لو حد عايز يبيع يشتري يعمل. فهي ايه، دخلت حطت، وده عادي يعني، ان هي دخلت حطت انها عايزة تأجر الطابق اللي تحت في البيت بتاعها. تقوم جاية تشين وتروح داخلة وعاملة نفسها باسم مستعار، وتطلب منها العنوان بتاع البيت علشان يعني، او على انها مستأجرة، ان هي عايزة تستأجر الطابق ده، فتديها العنوان واللوكيشن وكذا. التانية اللي هي لوجين راحت مديالها العنوان واللوكيشن وكل حاجة. تشين راحت واخدة العنوان واللوكيشن وراحت صورت البيت، صورتها، صورت جوزها وصورت ابنها وصورت كل حاجة، وراحت داخلة على المنتدى منزلة العنوان بتاع البيت واللوكيشن والاسماء بتاعتهم وتفاصيل عن حياتهم وصور جوزها وابنها. وطبعا ده مش معقول ابدا وغير مقبول. وبعدين هي بقالها سنتين مقتصرة عنك، انتي بتجري شكلها ليه واستفدتي ايه من اللي انتي عملتيه ده؟ المهم ان التانية طبعا لما تشوف كده هيجن جنانها. والصراحة يعني علشان نبقى متفقين، احنا بنتكلم عن 2 ستات انا اسفة يعني ما شافوش ريحة الرباية. المهم يعني ان التانية هتروح مدورة هي كمان، بما انك انتي عملتي معايا كده، هتروح مدورة جايبة عنوان تشين وتبدأ تجيب قصة حياتها، وهتبدأ بقى يعني مش عارفة اقول لكم، مش يعني كل المسميات عيب اللي انا ينفع اقولها. المهم يعني هتخش هتحط صورة بيتها واللوكيشن بتاعه، وهتحط تفاصيل يعني تعتبر يعني جارحة جدا. اوكي، تشين دايما هي اللي بتبدأ، وهي فعلا ست مش محترمة، بس برضو ما ينفعش اللي هي التانية عملته. بدأت برضو تنزل العنوان وصور البيت وكذا، وبدأت تنقعتها بان هي واحدة فقيرة وواحدة شحاتة، ما معناه يعني ان انتي من اسرة فقيرة، وان انتوا عايشين على بواقي الاكل من الناس وبلا بلا بلا، وان انتي بتلبسي ترنجات، يعني اللي هي تريننج سوت وكده، ان انتي بتلبسيها واسع عليكي او حاجة زي كده، وان انتي شبه عمتك اللي بتبيع تذاكر في الباصات. طبعا كلام يعني انا مجملاه قوي على فكره، يعني كلام جارح جدا وقليل الادب جدا. فالتانية راحت داخله وغلطت في جوزها وابنها، راحت دي رد عليها وقايله لها ما انتي جوزك اصلا سابك لانك قبيحه ووشك مربع، وهتعيشي طول حياتك كده مرميه مفيش حد هيعبرك وكذا. وان جوزها، وقعدت تعايرها يعني ان جوزها وحماتها اتخلوا عنها واتطلقت وطردوها من البيت. وبدأت تقول كلام جارح جدا. وخليكوا فاكرين ان دول 2 ما شافوش بعض قبل كده، ولا يعرفوا بعض، ولا في اي ضغائن من اي نوع ما بينهم المفروض. دي حاجة. الحاجة التانية ان كل الحاجات اللي هي بيعملوها دي بيعملوها قدام الناس على المنتدى، وكل اللي ما يشتري يتفرج.
الموضوع هيفضل متبهدل كده يمكن سنة ولا سنتين كمان، لحد ما هنوصل لسنة 2010. لو جينج بقى مش تتهد وتبطل تخش على المنتدى ده بقى وخلاص ونخلص، لا، ابنها اتقبل في جامعة هارفارد. هي طبعا فرحانة جدا وعايزة بقى تخش تتمنظر على الناس، راحت داخلة وحاطة الجواب اللي ابنها اتقبل بيه في جامعة هارفارد، وكتبت قد ايه هي سعيدة وفرحانة وفخورة بابنها وكذا. التانية تسكت؟ لا، راحت واخدة بقى الجواب ده، صورة من الجواب ده، وراحت متصلة بالمدرسة الثانوي جايبة اسم الولد، واتصلت بجامعة هارفارد تتأكد الولد اتقبل هناك ولا لا. وبعد كده راحت جايبة الاسم. هي لما جابت الاسم اكتشفت ان اسم الولد، اسم العيلة بتاعت الولد يعني، غير اسم العيلة بتاع جوزها، وبالتالي ده معناه ان لو جينج هي كمان كانت ست مطلقة وعندها ولد، او ممكن تكون ارملة مثلا وعندها ولد، لكن هي اعتقدت انها هتبقى مطلقة وعندها ولد. وانتي عايرتيني ان انا اتطلقت واترميت ومش عارفة ايه، والموضوع كان حازز في نفسية تشين تشين جدا. راحت واخدة هي الكلام ده وراحت جاية بقى وبدأت تقول بقى ايه كل التفاصيل دي على الانترنت. وطبعا انا عمالة اقول لكم قالت التفاصيل، لكن الحقيقة دي بتقول التفاصيل بقلة ادب شديدة جدا، والتانية برضو بتطول شديد جدا، والموضوع واخد منحنى يعني زي ما تقولوا كده عرو الصين يعني. المهم يعني انه راحت داخله وراحت بقى انت بتقولي عليا مطلقه وكذا وانت كذا وكده. المهم قعدوا يتخانقوا مع بعض، فالتانية طبعا زعلانه جدا علشان ابنها. تسكت بقى وخلاص ونسكت والدنيا تتلم؟ لا، برضو راحت رايحه جايبه معلومات عنها، وراحت قالت لها مش انت ابنك برضو عنده صرع، انت ابنك فاشل دراسيا، انت مش عارفه ايه. وفضل الموضوع يتأجج. الموضوع اخد منحنى خطير لدرجة انه في سنة 2014، وعلى فكرة انا بختصر لكم كمية تفاصيل مملة مش طبيعية. المهم يعني انه الموضوع هيفضل ياخد منحنى عالي جدا لدرجة ان تشين شين، وبرضو خليكم فاكرين ان تشين شين دايما هي اللي بتبدأ، يعني كل ما لوجينج تهدى بقى وخلاص وتبعد عنها، التانية تروح تجيب اي معلومات عنها وتبدأ تكتب عنها في المنتدى. المهم انه بعد اللي حصل في 2010 ده، هي ردت عليها، يعني لوجينج ردت عليها وجرحتها زي ما هي جابت عن صور ابنها وجوزها وكذا، وخلص الموضوع. بعد كده زي ما تقولوا لوجينج زهقت، وهي ست يعني مشغولة وعندها حاجات كتير بتعملها في حياتها، فقررت انها ما تخشش المنتدى ده وبشكل نهائي. الكلام ده من اخر خناقة في 2010 تقريبا اكتوبر 2010 لحد 2014. لو جينج للمرة التانية هي اللي بتقتصر وبتاخد بعضها وتبعد خالص عن المشاكل. وبكده تقريبا خلاص المشاكل بدأت تهدى من 2010 ل 2014، وده لأنها ما بتخشش خالص، وبالتالي هي ما تعرفش أي حاجة عن تشين شين، والموضوع المفروض إن هو انتهى خالص. بس لو الموضوع كان انتهى أكيد ما كنتش هعمل أنا الفيديو ده النهاردة ونقعد نحكي حكاية الستتين التافهين دول اللي هتنتهي نهاية مأساوية. دلوقتي خلاص لو جينج من 2010 ل 2014 ما بتخشش المنتدى. تشين شين كانت في 2010 أثناء الصراع وكذا كانت بدأت تجمع معلومات أكتر عنهم. المفروض إن جوز لو جينج كان بيشتغل مدير مدرسة، ولو جينج نفسها كانت تقريبا زي مراقبة في أحد المدارس أو حاجة زي كده. المهم إن هما، أنا مستغربة جدا لأنه ليهم مكانة علمية محترمة جدا، فأنا مش فاهمة إزاي واحدة زي لو جينج انخرطت في خلاف تافه زي ده، حتى لو قلنا انها ست مستفزة وبتحب المنظرة وكذا. لكن ايه اللي يخليكي كست بتشتغل في مجال التربية والتعليم ان انت تنجري فيه مع واحدة للمستوى المستنقع الشتايم اللي انتوا عمالين بتقولوه؟ الاتنين كانوا بيوصفوا بعض عفوا يعني بالعاهرات وفتيات الليل، وكلام صعب جدا، كلام اخلاقي، كلام كله في العرض يعني. المهم يعني انه هي ساعتها عرفت المعلومات دي فبدأت تكتب. كانت التانية خلاص ما بتخشش وما تعرفش اي حاجة خالص، بدأت تكتب ان جوزها ده مدرس سيء جدا، وان هي مش عارفة ايه، وقعدت تكتب بقى شوية اكاذيب كبيرة جدا. والمفروض ان لو جينج كمان عندها كافيه هي جنب شغلها، يعني هي في وظيفة وخلاص بتشتغل في الوظيفة دي، وهي معاها اصلا الجنسية الكندية، صينية كندية.
المهم يعني انها الصبح في الوظيفة بتاعتها دي، وبعد كده بعد الظهر هي عندها كافيه بتاعها، بتروح وبتبدأ تشتغل في الكافيه ده بنفسها، وعايشة حياة كويسة جدا المفروض في كندا. المهم يعني ان تشين تشين في 2010 كانت خدت الكاميرا بتاعتها او الموبايل بتاعها يعني، وراحت عند الكافيه وبدأت تصور لوجينج وهي بتقدم الطلبات للعملاء، او بتحضر الطلبات للعملاء على المكنة بتاعت القهوة، حاجة زي كده يعني. المهم ان هي صورتها وهي بتشتغل في الكافيه بتاعها، وبرضه نزلت الحاجات دي على اساس انها فضلت تخدعكم وتضحك عليكم، وهي ولا غنية ولا حاجة، وهي معرفش ايه، وطلعت في الاخر مجرد واحدة بتشتغل في كافيه وكذا، وبدأت تقول عن جوزها ان هو مدرس فاشل زي ما قلت لكم، وبدأت تكذب في حكاية ان ابنها اتقبل في هارفارد، وان هي سألت بنفسها ولقت ان الولد ما اتقبلش، وبلا بلا بلا. فضلت بقى خلال الوقت ده كله بتحط الأكاذيب عن لو جينج، ولو جينج ما بتخشش أصلا ولا تعرف أي حاجة خالص. المفروض إن الموضوع هيموت، لا، لو جينج هتخش في 2014، هتحط الباسورد وتروح داخلة على المنتدى، ولما تدخل هتشوف المهازل اللي مكتوبة عنها. ومن هنا بقى هيبدأ الموضوع ياخد منحنى خطير جدا. الشتايم بقت مش طبيعية، بدأت لو جينج تكتب عنها إنها من أكتر فتيات الليل اللي معروفين وسيئين السمعة في الصين، وبدأت تتكلم حاجات كلها أخلاقية. بصوا، هو مفيش أي حاجة تثبت إن ابنها عنده صرع ولا حاجة، وحتى لو عنده دي حاجة عادية. المهم إن الموضوع لما أخد صراع عالي جدا كده والشتايم، وبدأوا يجيبوا أدق التفاصيل في حياة بعض، هنا بقى بدأت لو جينج تهددها تهديدات عالية جدا، إنها هتقتلها، وإن ابنك ده هولع فيه في الشارع، وإني هعمل فيه وهسوي، وبدأت تهددها بابنها تهديدات قوية جدا. طبعا تشين تشين لما سمعت الكلام ده، ولان تشين تشين عارفه ان التانية اقوى منها واغنى وكل حاجه، وهي اللي بتكذب وتوصل للناس الكلام ده عن لو جينج، فهي خافت على ابنها جدا، لان التانية كانت بتهدد بجد من كتر العصبيه. والكلام هنا على تشين تشين، قررت انها تخلي ابنها يسيب المدرسه ويرجع على الصين، وكل ده خوفا من لو جينج عشان التهديدات اللي هي قعدت تقولها لها. المهم لما ابنها سافر الصين، خلاص هي دلوقتي فضلت لها. فضل بقى الموضوع زي ما انا كل شويه اقول لكم يعني يزيد اكتر واكتر، والدنيا وصلت لبهدله حرفيا. هنا قررت في 2016، يعني هم فضلوا في الخناقه دي من 2014 ل 2016، عندهم طولة نفس فظيعه. المهم يعني في 2016 قررت لو جينج ان هي تنقل الخلاف ده لمرحله اعلى شويه. وخليكوا فاكرين الاتنين دول من 2005 ل 2016 ما تواجهوش وشا لوش، الاتنين دول ما شافوش بعض خالص، دي راقبت دي وجابت عنها معلومات، ودي راقبت دي وجابت عنها معلومات، لكن اصلا الاتنين كل السنين دي عمرهم ما شافوا وش بعض فيس تو فيس كده. المهم يعني انه في 2016 لو جينج قررت انها عايزة تجيب حقها وحق اسرتها بانها ترفع قضية، وفعلا هترفع قضية في المحكمة عليها، وان هي شهرت بيها، وان هي سوقت سمعتها وحاجات زي كده. القضية بتتنظر دلوقتي في المحكمة. خلال ما القضية بتتنظر في المحكمة، الاتنين مكملين خناق وقلة ادب على الانترنت عادي خالص، ما بيفصلوش خالص. والحقيقة اللي كانت مستغربة له اكتر لو جينج، انها ست المفروض عندها حاجات كتير بتعملها، المفروض انها مشغولة، بيجيبوا الوقت ده منين؟ المهم يعني انه المحكمة هتبدأ تبص في الاوراق اللي مقدمة. متقدم في القضية دي من الاتنين 100 ورقة من الشتائم يعني حرفيا 100 ورقة من الشتايم. المهم انه لو جينج بدأت تستفز تشين تشين اثناء الخناقة على الانترنت بان انتي، ما معناه برضو ان انتي واحدة شحاتة وحتى ما عندكيش توكلي محامي. دايما كانت نقطة الخلاف ان لو جينج بتتكبر عليها، فهي بتحس بالغيرة والغيظ فتبدأ تعلي الليفل شوية. المهم يعني انه هيروح المحكمة، القاضي وتخيلوا معايا قاضي محترم ووقور عاش حياته كلها يحكم ما بين الناس، مطلوب منه يقعد في قضية ما بين اتنين ستات تافهين قاعدين يقلوا ادبهم على بعض على الانترنت، ولمدة كان لحد الوقت ده 14 سنة تقريبا خناق. القاضي شاف انه الامر يعني لا يرقى ان هو او يعني ما فيهوش اركان ان هم يعملوا محاكمة، وان ما فيش تشهير بالسمعة، وان الجريمة بتاعت الاتنين متطابقة، يعني الاتنين غلطوا في بعض بنفس القدر والاتنين كده. والراجل اتكسف ان هو يعمل لهم محاكمة، اللي هو اعمل محاكمة اقول ايه؟
المهم يعني ان هو القضية مش هتخش محاكمة واترفضت، لكن هم اتحكم عليهم شوية احكام عشان يتعلموا الادب، لكن كلها كانت احكام مادية. زي مثلا ان تشين تشين هتدفع 500 دولار، وده لانها اثناء المحاكمة يعني اترفع عليها القضية وهي فضلت برضو تشتم وتسب وبتاع في لو جينج، وبالتالي في 500 جنيه هي هتدفعهم غرامة. بعد كده كل واحدة منهم، واعتقد احساس القاضي كان عايز يقول ايه، مش عارفة اسجل الحتة دي من كتر الضحك. القاضي زي ما تقولوا كده، انا حسيت ان ايه اللي هو انا يا قلالات الادب هعمل لكم ازدراء للمحكمة، وراح مدفعهم 50 جنيه كل واحدة ازدراء للمحكمة، لانه غير القضية اللي هم التافهة اللي هم جايين بيها، انه كمان الاتنين كانوا بيقفوا في المحكمة قدام القاضي يشتموا بعض. فهو يعني عمل لهم ايه زي حاجة رمزية كده، 50 دولار كل واحدة عشان اللي هم عملوه كازدراء للمحكمة. والقاضي حكم على لو جينج ان هي المفروض هتدفع تقريبا 800 او 850 دولار تعويض لتشين تشين علشان المسبات والحاجات اللي هي عملتها على الانترنت. وتشين تشين هيتحكم عليها برضو زي سب وقذف كده، يعني انها تدفع 900 دولار. المهم يعني لما تحسبوها هتلاقوا ان في الاخر في 50 جنيه زيادة بس هي اللي اتدفعت يعني في الموضوع، يعني يخلصوا ده من ده وفي 50 جنيه. المهم ان المفروض بقى نهدى وكده، والمحكمة حكمت ان على تشين تشين انه تشيل كل البوستات الشتايم اللي هي حطتها على لو جينج، وبرضه اتحكم على لو جينج انها هتشيل كل اللي هي المنشورات اللي عملتها دي. المهم انه بعد الاحكام اللي اتحكمت دي كلها، المفروض ان لو جينج راحت فعلا شالت المنشورات زي ما هم حكموا عليها ودفعت الفلوس. اما بقى التانية فدفعت 250 دولار بس وما شالتش الحاجات من على الانترنت. في الوقت ده كانت وصل الموضوع لوسائل الإعلام بقى والكلام ده، فبدأت الناس تبص للقضية والموضوع بدأ يتنشر، وبدأت التحكمات، وبدأت بقى تنزل عليهم مقالات. المقالات دي فيها عبارات مهينة جدا، زي مثلا انه خناقة الكلب والحمار، زي مثلا انه ازاي المحكمة ما حكمتهمش على تعطيل المحكمة، هو ازاي المحكمة ضيعت وقتها مع اتنين زي دول، وحاجات زي كده. وبدأوا طبعا الصحافة والسوشيال ميديا وكده يقللوا من شأن الاتنين دول جدا على اللي هم بيعملوه، وبدأوا كمان يلوموا المحكمة، ازاي المحكمة اصلا تضيع وقتها في قضية تافهة زي دي وكذا. المهم يعني خدوا نصيبهم من وسائل الإعلام تمام التمام. هل بقى نهدى ونحترم نفسنا لحد كده؟ لا طبعا، ازاي يعني؟ لوجينج شافت انه انت ما دفعتيش غير 250 دولار بس، وكمان ما شلتيش البوستات دي، فانا بقى هرفع عليكي قضية تاني. وراحت تاني في 2019 ولا في 2020 حاجة زي كده، وراحت رفع عليها قضية تانية ان هي ما احترمتش حكم المحكمة وكذا ومش عارفة ايه، وراحت رفع قضية تانية حطلها فيها كذا تهمة، يقال انها متهمها ب 25 تهمة مثلا. فتاني في 2020 دخلت القضية محكمة تانية، المفروض انها بتبقى محكمة زي محكمة اجتماعية مش محكمة جنائية يعني. فالمهم ان هم يخشوا المحكمة مرة تانية، وخلال ما القضية بتتنظر مرة تانية في المحكمة، تشين تشين ما زالت لسه بتشتم التانية والتانية بتشتمها، ولسه زي ما احنا على نفس الوضع. دلوقتي هنوصل للفصل الأخير من حكاية النهاردة، واللي هو هيكون يوم فاصل في حياة الاتنين دول، يوم 25 يونيو سنة 2021. القضية اتقبلت وفي جلسة استماع للاتنين دول في المحكمة، والمفروض يعني اعتقد ان هم المرة دي كانوا ممكن يطصوا الاتنين حكم اصلا عشان اللي هم بيعملوه، وانه مشكلة زي دي تخش المحكمة مرتين وتعطل الهيئة بتاعت المحكمة مرتين. في اليوم ده هيوصلوا الاتنين للمحكمة. المفروض انه تشين تشين كانت لابسة تريننج كده سوت لونه احمر يعني، وبتجر معاها شنطة لونها اسود. المفروض انه في اي محكمة في الدنيا انت وانت داخل باي شنطة او باي حاجة بتعمل لك حاجة اسمها كشف معادن، لكن لان دي يعني محكمة اجتماعية وما كانش فيه اهتمام قوي، فعدت على الامن وما عملوش كشف معادن للشنط اللي معاهم. المهم ان تشين تشين كانت داخلة ومعاها اسلحة جوه الشنطة دي. بالنسبة للو جينج فكانت داخلة لابسة طقم اسود كده وبرضه بتجر شنطة معاها، انا مش فاهمة بصراحة هما بيجروا شنط فيها ايه. المهم يعني ان هما الاتنين دخلوا على قاعة المحكمة، لو جينج دخلت الاول وبعدين التانية وراها،
والاتنين في القاعة لوحدهم، والحراسة بتاعة القاعة مش موجودة، وده إهمال تاني برضو، مش موجودين جوه القاعة، والاتنين دول موجودين لوحدهم، مفيش أي حد لسه معاهم. وفجأة الحراس هيسمعوا صوت صراع رهيب جدا وصريخ عالي جدا من لو جينج، ليدخلوا ويكتشفوا انه تشين شين كان معاها في الشنطة حاجتين، الأولى وهي مطرقة، والتانية سكينة. مسكت المطرقة وفضلت نازلة بيها على لو جينج لحد ما وقعتها في الأرض، وبعد كده راحت سحبة السكينة وفضلت تضربها بيها في الجزء الشمال كله، وهي طبعا كانت قصدا انها تنهي حياتها، وفعلا نزلت عليها وفضلت تضرب فيها بالسكينة. طبعا خلصوها منها وبدأوا ان هم يشدوا تشين شين ويخرجوها بره وينقلوا التانية على الإسعاف، وحالتها كانت صعبة جدا، كانت واخدة كمية طعنات كبيرة جدا، ده غير الضرب بالمطرقة وكذا. هي ما ماتتش، يعني هو هيبقى شروع في قتل، بس في النهاية هي تعرضت لخطر كان ما بينها وما بين الموت دقايق معدودة. المهم يعني ان هم هياخدوا تشين شين، واللي هيكتشفوا انها في الوقت ده كانت شاربة قبلها ازازة نبيت كاملة قبل ما تيجي، واخدة اسلحة الجريمة بتاعتها، وكانت رايحة وناوية انها تنهي حياتها، وبالتالي فتم القبض وسجنها، والمفروض انها هتتقدم للمحاكمة. وفعلا في شهر نوفمبر، يعني الشهر اللي فات، يوم 30 نوفمبر تم الحكم عليها. لكن قبل ما اقول لكم هو ايه الحكم، عايزه اقول لكم ان المحامي بتاعها بدأ يدافع عنها بان هو يقول ان هي طبعا هو حاول بكل الطرق يطلعها غير عاقله، قال ان هي عندها مشاكل عقلية شديدة، دي حاجة. الحاجة التانية قال انها ما كانتش في وعيها وكانت تحت تأثير ازازة النبيت اللي هي شربتها. الحاجة التالتة قعد يقول انها ما حسيتش بنفسها، وان الحاجات بتاعت الجريمة اللي هي المطرقة والسكينة دي هي اصلا مش شايلهم عشان كده، ده هي اصلا دايما بيبقى معاها حاجات تأمن بيها نفسها لانها بتبقى خايفة فبتشيل معاها سلاح. فاللي حصل انها كانت تحت تأثير الشرب اللي هي شربته فما حسيتش بنفسها، وعملت كده لان لو جينج استفزتها. وطبعا ده اللي رفضه المدعي العام، وبدأ ان هو يقول لا، هي كانت جاية وجايبة معاها الأدوات، وإنه الشرب اللي هي شربته ده ما هو إلا مجرد بس حاجة تديها شوية شجاعة عشان لما تيجي تنفذ جريمتها تبقى يعني شجاعة أكتر يعني. المهم انه طبعا المحكمة ما قبلتش ابدا فكرة انها مريضة عقليا او كذا، وعرضوها على الطب النفسي واكدوا انها عندها بعض المشاكل، لكن دي ما تمنعهاش ابدا عن انها مسؤولة وكانت واعية ومخططة انها عايزة تنهي حياة لو جينج، وخاصة يعني السنين الحافلة اللي هي فضلت تجر شكلها فيها. المهم وعلى اي حال في 30 نوفمبر سنة 2023 أخيرا هيتم الحكم عليها، واللي هيكون ب 12 سنة سجن. اتقدم لها 4 تهم منهم الشروع في القتل، وبالتالي خلاص اتحكم عليها ب 12 سنة سجن، و10 سنين بعد ما تخرج ممنوعة من انها تمسك سلاح، او يعني انها يبقى عندها سلاح بشكل رسمي. والحاجة الثالثة انها ممنوع عليها محاولة التواصل او الاقتراب من لو جينج بأي شكل من الأشكال، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء وهي جوه السجن أو بره السجن. وإنها ممنوع عليها إنها تتواصل معاها على أي وسيلة تواصل من الحاجات الاجتماعية وكده. وبالتالي فهي هتقضي 12 سنة جوه السجن، ولما تطلع كمان ممنوعة قانونيا إنها تتعرض ولو بكلمة للو جينج. هل انتوا شايفين إن التفاهة اللي احنا حكيناها دي كلها كانت تستدعي ان 2 ستات؟ وبالمناسبة يعني يوم ما رفعوا القضية الاولانية كان عندهم 53 سنة، ويوم الحكم اللي هو السنة دي 2023 الاتنين عندهم كل واحدة 56 سنة. احنا بنتكلم عن ستات جدات المفروض. يعني هل انتوا تتخيلوا ان خناقة تافهة، ان واحدة بتتمنظر بحاجتها على الانترنت فواحدة تستفز منها فتخش تشتمها، ان الخناقة دي تتطور ل 16 سنة، نجيب تفاصيل حكايات بعض وحياة بعض، ننشر غسيلنا اللي مش نضيف قدام الناس، ونبهدل بعض ونتهم بعض في العرض والشرف وكذا، وتوصل النهاية ان احنا واحدة فينا عايزة تقتل التانية لمجرد بوست على الانترنت ولا على منتدى. يعني هل ده يعقل؟ طب انت ليه يا مرمر مدام شايفة ان الحكاية دي حكاية تافهة جايبها لنا وجاية تحكيها؟ جاي احكيها لان الحكاية دي بصرف النظر عن انها ما انتهتش بقتل في حكايات كتير، ان الحكاية دي بتتكرر قدامنا على السوشيال ميديا كل يوم
لدرجة ان في ناس بتطلع ترندات بالخناقات وجر الشكل ده. يعني واحدة تختلق خناقة، واحدة مشهورة تختلق خناقة مع واحدة مشهورة تانية، او اتنين عندهم شوية فولورز مثلا يختلقوا خناقة، واحيانا كتير بتبقى بالاتفاق يطلعوا يبهدلوا بعض. وستات والله محجبات بيطلعوا يتهموا بعض بالعرض وبالشرف وبالاخلاق، وكل ده عشان الترندات، وكل ده علشان الفولور، وكل ده علشان ما بقاش انا طلعت يعني الضعيفة قدامها. مع انه الحكايات دي كانت ممكن تنتهي بان واحد يعمل للتاني بلوك. اللي بيتخانق معايا ده مش من بقية اهلي، مش هيفرق في حياتي في حاجة. يعني لما حد يغلط فيا على السوشيال ميديا مش هتلزق فيا لما اروح اعمل له بلوك واعتبره شيء نكرة مش المفروض ان انا ارد عليه. انما انا اتطول عليك وانت تتطول عليا، وابدا اخش في العرض، وابدا اخش في عيلتك، وابدا اجيب الكلام لولادك ولجوزك. ايه ده؟ ايه ده؟ هو احنا ازاي وصلنا بالسوشيال ميديا، او ازاي السوشيال ميديا وصلتنا الى هذا المستوى الرديء؟ الناس بقت بتستخدم ده ترند، وللأسف اللي بيبث الهوا في النار يعني، او يخلي النار تشتعل اكتر، هي المتابعين نفسهم والناس نفسهم اللي بيبقوا مبسوطين قوي بالخناقة وبيقعدوا يسخنوا الأطراف على بعض. هل بقى لو انتوا فكرتوا، اولا غير ان النهايات ممكن تكون مأساوية، وده حصل على فكرة في قضية مصرية، كان برنامج بتاع تقريبا ريهام سعيد او حاجة زي كده، واتنين بيشتغلوا في التجميل، في مجال التجميل، كوافيرات او حاجة زي كده، والاتنين دول في محافظة، وعمالين يعملوا عروض يضربوا بيها بعض، ودي عندها شوية فولورز ودي عندها شوية فولورز. الموضوع تطور لان واحدة فيهم تجيب حد معاها راجل وتروح للتانية وترنها علقة في وسط الشارع. ما هذا الانحطاط اللي احنا وصلنا له؟ وعشان كده حبيت اقول لكم، يعني لو في درس مستفاد من حكاية النهاردة، السوشيال ميديا عليها كل انواع الناس، وانا بدأت يعني احتك بده دلوقتي. طبعا عمري ما احتكيت بده قبل كده، انا اصلا مصممة اكسسوارز واللي عندي عملاء، فما فيش ما بيننا كده. واكبر حاجة لو عميلة ضايقتني او انا ضايقتها يعني هنعمل بلوك لبعض. لكن لما بدأت اعمل قناة بدأت اكتشف العالم ده واحدة واحدة، واشوف الناس ازاي بيعملوا ايه مع بعض. المهم يعني انه لو في درس مستفاد، انك تلاقي واحدة، انت واحدة او ست او واحد راجل، اما تلاقوا حد فاضي كده بيضايقكوا، بيقولكوا كلمة مش عاجبة، بلوك. عارفين رضوى الشربين؟ بلوك بلوك بلوك. انما ضيعوا وقتكم في قراية كتاب، ضيعوا وقتكم في الفرجة على الانترنت على فيديوهات، اعملوا الستات تعمل اكلة جديدة، تعمل حاجة يدوية في البيت، تركز في شغلها لو عندها مستقبل اكاديمي او علمي. انما ايه الوقت، ايه وجه الاستفادة من ان انا اقعد اتخانق مع واحدة على الانترنت؟ لا هي قريبتي ولا هي تفرق في حياتي، ولا وجودها من عدمه هيفرق في حاجة. ويا ستي لو طلعتي مهزومة في حكاية هتوصلك للانحطاط الاخلاقي ده، اطلعي مهزومة انت الكسبانة. وهو ده الدرس المستفيد الوحيد اللي انا عملت علشانه القضية دي. لحد هنا تكون خلصت الحكاية التافهة بتاعت النهاردة. اتمنى ان سردي يكون عجبكم. لو سردي عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك، اللي ما اشتركش في القناة يشترك، ولو شيرتوا الفيديو ده لواحد بس كمان معاكم اكون شاكرة ليكم جدا. كانت معكم مرمر المصري، الى اللقاء.